لو جوزك والأولاد ما بيحبوهاش بالصلصة اعمليها بالطريقة دي، واوعدك انهم هيطلبوها منك مرة واتنين وتلاتة. الويكة الصعيدي أكلة من أسهل الأكلات وأقربهم لقلبي، بطريقة مميزة جدا. أي حد هيدوقها عندك هيسألك عاملاها ازاي، مع شوية بقى البتنجان بالدقة بطريقتي المميزة برضو. صلوا بينا على النبي. أنا معاكم من مطبخ عامر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وتعملوا لي اشتراك للقناة. معانا طبعا البامية تكون كبيرة في الحجم شوية، وهنكون شايلين هنقمعها يعني. طبعا في ناس كتير قوي بتعملها بالمفراك، وممكن تقطعيها بالسكينة، بس عشان اسهل عليكي فانت تقدري تضربيها في الكبة ضربتين تلاتة كده بالظبط، ما تنعميهاش قوي ولا تبقى خشنة قوي. خلاص كده. ما خدتش معايا 3 دقايق يعني. هبدأ بقى انزلها في الحلة بتاعتي، وانا طبعا عندي فراخ مسلوقة مظبطة الشوربة بتاعتها جدا بملح وفلفل وحبهان وورق لورا ومعلقة صغيرة من السبع بهارات ومرقة الدجاج. مفيش احسن من كده شوربة يعني. خلاص، نحاول بقى نظبط القوام بتاعها، ونحاول كمان ان احنا ما نخففش قوامها قوي، لانها ما تستوي هنلاقي الشوربة لو زيادة طلعت فوق الوش بطريقة شكلها يعني مش لطيف. فحاولي حطي شوية شوربة قليلين شوية. انا هنا طبعا ظبطها لاني عارفة مقدارها يعني بالشكل كده. فانتي لو هتجربي اعملي كمية شوربة قليلة شوية، وبعد كده زودي واحدة واحدة. بحب احط بقى معاها حتة فلفل اخضر كده حراق، بيظبط الطعم والريحة جدا. نحطها على النار ونسيبها بقى على جنب، ونجيب طاسة فيها اي مادة دهنية عندك، سمنة زيت زبدة براحتك خالص، يفضل زيت وزبدة. هنزل بمعلقة توم كبيرة. يفضل ان احنا نحط التوم والزيت بارد، بلاش تنزلي والزيت سخن، لان التوم هينزل يتحرق منك على طول ويمرر، وفي نفس الوقت مش هيديكي التست اللي انت عاوزاه. اول ما يبدأ ياخد بس يعني اشم ريحته كده، انزل بمعلقة كبيرة من الكزبرة. وما سيبش التوم يا جماعة ياخد لون، لانه بيمرر وبيبقى ريحته وحشة يعني. هو ده افضل نتيجة ليه، تشم ريحته بس تحطي الكزبرة. ومش بنحط الكزبرة معاه من الاول برضو لانها بتتحرق بسرعة. خلاص، هدي تقلبتين تلاتة كده، يعني يعتبر دقيقة. بصوا اول ما تدي يعني الزيت يغلي بيهم كده، هبدأ بقى انا مقطعة على جنب واحدة طماطم كبيرة او 2 متوسطين، هقطعها مكعبات صغيرة خالص. واقلب بقى كله مع بعض. وعايزه اقولك ان الطشه دي بالطماطمايه بجد بتدي الويكه بتاعتنا تسكيرة كده يعني جميلة قوي، وطعمه مميز يعني. والريحة بقى ما اقولكيش، هنا هتشم ريحة يعني رهيبة. الويكة بتاعتي تكون او البامية يعني تكون 3/4 سوا، انزل بيها، انزل بالطشة عليها، يعني تغلي غلوتين 3 بالطشة. وانا بحب بصراحة ازود لها الكزبرة، لانها بتدي ريحة وطعم يعني سبحان الله تحفة. فلو انت مش حابه تحطيها عادي برضو. طبعا انت ظابطه الملح بتاعها كويس قوي بمرق الدجاج بقى وكده، وظبطيها يعني كده تمام. وهسيبها تغلي غلوتين واقفل عليها. على جنب بقى معايا معلقه كبيره من الثوم، وهحط قرن فلفل احمر اللي هو مش حراق، ومعايا برضو حته فلفل اخضر حراقه. لو انت مش حباها ما تحطيش. معلقه صغيره من الكزبره، وهحط معلقه صغيره من الكمون. حطينا الملح الاول اهو، ما تحدقوهوش قوي. وحطيت كمون بس تقريبا ما جاش في التصوير يعني. خلاص. عندك بقى خل براحتك حطي، عندك ليمون حطي، بس انا ما كانش متاح عندي الخل، حطيت ليمونة كبيرة. هقلبهم مع بعض وابدأ اقلي البتنجان. واحنا بنقلي البتنجان يا جماعة ما تخليهوش ياخد لون، بحيث يبقى قلبه كده طري وزبدة معانا وفي نفس الوقت مستوي. وطبعا بقى هتخلي البتنجان براحتك، وتاكلي احلى اكلة في حياتك مناسبة للصيف جدا. وسهلة وسريعة ومغذية للاولاد، وهيحبوها جدا بالطريقة دي. ما تنسونيش بقى من دعوة حلوة واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.